المذاكرة في رمضان، ازاي نوفق ما بين العبادة والمذاكرة. احنا في رمضان المفروض ان احنا نذاكر، فاحنا مش عاوزين نهمل برضو اللي هو الجانب الديني على حساب المذاكرة او العكس. فازاي نوفق ما بين الاتنين؟ السلام عليكم، انا ساجدة وجاية فيديو النهاردة اقول لكم على 3 روتينات مهمين ممكن تستفادوا منهم، وشوفوا ايه هو الروتين المناسب ليكم وتقدروا اللي هو تمشوا عليه وتبدأوا تذاكروا منه. اهم حاجه قبل ما اقول لكم ايه هي الروتينات، اهم حاجه ان احنا نعمل تو دو ليست، ان احنا نشوف احنا هنمشي يومنا ازاي، ان احنا نخطط يومنا من اوله لحد اخره. يعني اول حاجه مثلا انت حدد هتنام وتصحى امتى. انت مثلا هتنام مثلا هو من الساعه 5 لحد مثلا هو الساعه 1 او كده. شوف مثلا هو مواعيد نومك عامله ازاي، هنام الساعه كذا وهصحى الساعه كام. حط لنفسك ليميت معين عشان اعرف حدود يومي كويس. لازم احط حدود ليومي عشان ما اخرجش ما بين الحدود دي، ويكون اللي هو يومي ماشي اللي هو متظبط. تاني حاجة ما تحطش اي حاجة تتعارض مع الصلوات الخمس. اول حاجة مذاكرة بعد التراويح، ان انت بعد اللي هو الفطار ان انت تفطر وتصلي التراويح وتعمل كل اللي انت عاوزه وتقرأ قرآن. بعد التراويح مثلا لو حوالي الساعة 9 مثلا اللي هو تبدأ مذاكرة لحد الساعة 3 مثلا، هو قبل السحور مثلا هو بساعة او كده، وتنام بعد السحور وتروح مثلا لو انت عندك جامعة او درس وكده. هو الساعة 3 مثلا هو تبقى جيت يوم مثلا تقرأ مثلا هو قرآن، او تحل مثلا على حاجة مثلا هو قديمة، او تراجع مثلا حاجة قديمة مثلا هو محتاج مثلا هو تراجعها مش مذاكرها كويس. لكن انك تذاكر حاجة جديدة خالص لا، لان التركيز عندك بيبقى صفر تقريبا. الروتين هو نفس الروتين الاول بس شوية تعديلات. انت برضو مثلا هو هتذاكر بعد التراويح مثلا هو بعد الساعة 9 بعد ما تفطر وتصلي وتعمل اللي انت عاوزه، ومثلا هو من الساعة 9 لحد الساعة 1 ده كل ده مذاكرة. من 1 مثلا هو لحد السحور تبقى نمت فيه مثلا. ده اللي هو ينفع مع النظام مثلا اللي هو ان انت عندك جامعة مثلا هو الصبح بدري او درس او كده، عندك حاجة الصبح بدري ما ينفعش تكون سهران قبلها. لو انت هتقعد مثلا هو في الجامعة او الدرس فترات كبيرة، فانت بعد اللي هو ما اتسحرت وكده ممكن اللي هو تقعد شوية اللي هو تذاكر وتروح مثلا على الجامعة او الدرس مثلا على الساعة 3 تذاكر لك شوية او تحل على حاجات قديمة. واهم حاجة في نظامين الاكل لو انت منظمتوش كويس، لو انت مثلا هو دبتها مثلا على الفطار ده هيأثر على تركيزك بعد اللي هو مذاكرة بعد التراويح. حاول تقسم وجبة الفطار من الفطار لحد مثلا اللي هو السحور، تقسمها على مراحل احسن بكتير من انك اللي هو تدبها مرة واحدة في الفطار او السحور. تالت روتين هو المذاكرة بعد الفجر، تفطر وتصلي التراويح واللي هو بقى اللي هو بعد التراويح تنام لك لحد مثلا اللي هو قبل السحور مثلا هو بشوية، وتذاكر بقى لحد مثلا اللي هو الساعة 11 او كده لحد ما تلاقي نفسك ان انت خلاص فصلت. هو من افضل الروتينات واحنا كلنا عارفين كده، هو من افضل الروتينات اللي هو ممكن اي حد اللي هو يمشي عليه. وفي اخر الفيديو جيب ورقة وقلم فاضية وقسم الورقة لنصين، اول نص هو بعد التراويح ونص التاني مذاكرة بعد اللي هو الفجر، واكتب مميزات كل واحد فيهم والعيوب اللي انت شايفهم فيهم وايه هو اللي يناسب مواعيدك. واعرف كويس ان رمضان هو من احسن الاشهر ان انت تذاكر فيها كويس وتخرج منها باحسن اللي هو نسبة مذاكرة عالية، وتخرج منها باحسن فيرجن من نفسك. فتوكلوا على الله وربنا يوفقكم، واكتبوا في كومنتات ايه هو الروتين اللي هيتماشى معاكم. رمضان مبارك عليكم جميعا.